لا مانيش في الطباع، انا وياك يا متلقي وحلين في نفس اللعبه. ما جدوى القيام بفعل مسرح اليوم؟ رجاء عركة مع روحك وعركة مع الآخر. نحن في حقبة انتصار الدراماتورج، العقل الدراماتورجي ياكل الكل. إيجا نكشفوا ذواتنا نحن صناع العروض في حد ذاته. إذا باش نمشيو بفكرة إنه الفن المسرحي الآن وهنا قتلنا الفن المسرحي. هذا فما ناس اللي أسست في هالبلاد ما نجموش نحيوها من الذاكرة. عركتنا على الكرسي نحن عركة كبيرة ياسر. ولا فيها خويا الممثلو لابس بابيون ولا المخرجو الدسيس برا أخيب ما عندك أنت بتتر فيه هو نلقاو الذهب. اليوم في كواليس جرس إخراج عاصم بالتهامي. خلينا نبداو ساعة جرس إنتاج المسرح الوطني، سينوغرافيا، نص ساعة نص ثنائي شوقي خوجة وعاصم بالتهامي. كيفاش بدا ساعة؟ جرس هو متاع توا، أما المشروع سابقا ما كانش اسمه جرس، كان اسمه المدام على اسم الشخصية الرئيسية اللي موجودة في وسط المسرحية. تطور بطبقات الكتابة والمحاولات النصية والمقترحات بيني وبين شوقي لين تحصلنا على ما يسمى مسرحية جرس. حاولنا من خلالها نتجاوز الخرافة البسيطة وندخل في عوالم أخرى، طبقات نصية أخرى أو معاني أخرى تحاكي حكاية مدامة وزوز من الناس اللي تعرفت عليهم قبل تستدعى من العشاء، وعندها ماتر أو الخادم اللي موجود يعيش معها معناتها في شخصية غير ناطقة، لكن من خلال فعل المسرحة أو ما يسمى التجريب الركحي حاولنا زاد نتطرقوا لإشكالية أو هاجس الفنان اليوم، بما معناه نحكي ورواحنا من خلال المسرح. لو تياتر دون لو تياتر. لو تياتر دون لو تياتر. اختار عاصم اليوم انه تكون كتابة ثنائية علي شوقي بالخوجة، محمد شوقي بالخوجة. والله هو تتم لمسار خاطر شوقي نعرفه من قبل، مش اول محاولة معناه توا بالك النص هذايا معناتها خذا اكثر حظ على نصوص اخرى، لكن فما عدة نصوص كتبتها انا وشوقي، نص لوكالة، نص بينة معناتها انترسكسيون، ابنوز زاد سابقا، زاد مع حاتم التليلي، زاد معناها تجارب مختلفة انا وشوقي الحقيقة معناتها ياخو مني ونعطيله ويغذيني ونشيخه معناتها في عملية الكتابة. بيان سور لازم فما شكون اكيد اللي هو يلمان معناتها لو تكست معناتها البر الامان. الور ديما انا عندي التوجه الدراماتورجي شويه كعقل دراماتورجي في صيغه البناء، يعني التعامل مع النص في التجربه هذه مع شوقي هو نوعا ما التجربه الرابعه انا وياه في الكتابه. ما ونص معناتها وشوقي في حد ذاته معناتها عنده براعه وعنده درايه وعنده معناتها حقل دلالي معين خاص به، وعنده تيمات والقضايا نتاعو، وعنده كيفيه تناوله للغه معناتها حاجه مغريه وانا نرتاح فيها الحق. معناتها عمليه الاتصال زاده ولا الثنائيه اللي بيني وبينه معناتها ثم تفاعل سلس، فما معناتها تواصل بسيط، ما في شيء معناتها تعالي نمن بيه ويمن بيا. فوالا جرس اليوم معناتها في اطار انتاج مسرح الوطن. نلقاو اليوم عاصم التهامي تولى دراماتورجي، سينوغرافي وميزون سين. هل اليوم انك تتولى مهام سينوغرافي ودراماتورجي، هل انك تتولاهم الاثنين وحدك يخليك انك يمكن توصل رؤية فنية متاعك كاملة وتكون عليها مسؤول؟ علينا ما يزلنا ننزلوا شوية معناتها نحن فيها حقبة، نحن في حقبة انتصار الدراماتورج، معناتها مات المؤلف ومات المخرج ومات كاتب النص ومات الإله منذ معناتها الخمسينات، معناتها في الحقبة ما بعد حدثية، وفي معناتها الشيء ولا تجريب جديد في الفن المسرحي والفن الحي وجنرال. اليوم البقاء للكتابة الركحية أكثر منه فعل الإخراج. نحن في إطار الكتابة معناتها إنك تكتب آليات سان، إنك تكتب بالفوكابولار اللي موجود، بالاحجام، بالسروعات، بالكتل، معناتها بالكريتور اركيتكتورال ريالمون، معناتها كانت حتى في الهندسه فيما يخص تركيب المعاني، عمليه التصويت، التنقيط على مستوى النفس، كل الاشياء وكل المكونات على البنيه الصوتيه والبصريه هي تهم او تعني بالاساس الدراماتورج اللي هو العقل الحقيقي اللي موجود في الفن الحي. بمعناه
انه تويك نحن نسميه هو اخراج او سينوغرافيا. العقل الدراماتورجي ياكل الكل الحقيقة، معناه هو اللي واقف على البنية بالحق، الربط بين المعنى والشكل. لذلك بتتر عندي مدة أنا ديما واحد في حتى في عملية التكوين ونسعى ديما انه نحاول نلقى صياغة او معادلة تخص دراماتورجيا الممثل. لذلك ارتبطت وارتهنت عملية التجريب اني ناقف على المحصل اللي هو الدراماتورجيا الحقيقية معناتها، والكتابة الركحية في اتصالها بالنص. لذلك اليوم ماهوش رافض عاصم انه شكون يكتب معاه ولا شكون ينجم يشاركوا في المشروع. ارتأيت باعتبار الفكرة، فكرة النص هي نابعة من تمرين بسيط كان معناتها في اتوليه دو تياتر، معناتها جاتني الفكرة وانا نجرب في تمرين ياسر سهل، هو صعيب شوية اللي يقولوا الشخصية الوهمية او المتخيلة. انه كيفاش تنجم وانت قاعد في بلاستيك تتخيل شخوص دايره بيك وتنجم تحكي انت وياهم وتنجم على لسانك انت نسمع هما شنو سالوك ولا شنو جاوبوك. ذلك هي فيها لو ديسان دون ليسباس نتاع الاكتور، وفيها زاده اللي هو فما عوالم اخرى تنجم تتخيلها قاعده تدور بالممثل، ومنجم كان هو يعطيها الدلاله ولا يعبر عليها بالنسبه للمتلقي ولا يوصلها بالنسبه للمتلقي. لذلك كريت اللي انا في العالم هذايا نجم كان انا بوتيتر نحافظ على المناخات هذيا والعوالم كيفاش نجم توصل لبر الامان لا اكثر لا اقل. لطالما دفعت بي حاجتي الى الحنان لالتماسه عند شخوص أرسم في مخيلتي أحتاج الحب والوصال. ونلقاوك حرف زادة بالسرد. أي نعم. صوتك موجود في لسان. وكأنك اخترت باش نجيو للمواضيع اللي طرحت والمشاكل اللي طرحت، وكأنه عاصم اختار انه يعمل كل الالترنانس ما بين الركح، وكأنه يدخل يوضح يحكي يتسائل ساعات. الحكاية وما فيها في صورة ما قلنا أو صرحنا أنه نحن في المسرح داخل المسرح إيجا نكشفوا ذواتنا نحن صناع العروض في حد ذاتنا، وأن نسائلوا رواحنا في الفعل المسرح. ما جدوى القيام بفعل مسرح اليوم؟ علاش نعملوا فيها الشيء؟ علاش ناس وماكينات وعباد تمشي وتجي وتقنيين مصروف زايد قالوا فهمتني؟ يظهر لي نحن اكثر وحدين محتاجين ان نقوموا بالفعل المسرحي باش نجموا نضمنوا استمراريتنا او نلقاو نفس او معنى للوجود متاعنا من خلاله. لو كان توجهوا لمرايتنا كما انا قاعد قدام هالمرايه هذيا، او ما نجموا من خلالنا نحن اللي كل مره نعاودوا نخزروا الواقع ولا نجموا نكونوا معناتها نعايش ولا نواكبوا حتى من بعيد كما المينيرفا معناتها الطائر اللي هو يبدا يرى في الاشكاليات وفي الخماضه هذه اللي عشنا فيها عنا تو عشرات السنين معناتها من التغيرات السريعه اللي طرأت على الذات البشريه. لو كان نوجهوا نفس التغيرات نحن نتبدلوا زاد كيفنا كيف الناس الكل معناتها. اجا نرميوها على الركح من خلال هالفعل هذايا اللي ساعات كما يقول بانيو شنو اللي لزنا ساعات مش منطقيانا، ما شنو اللي يدفعنا ان نخلقوا ذوات ونخلقوا شخوص هي تحكي علينا. علاش ديما الهاجس متاعنا ولا مخاوفنا نحطوها في اطار شخوص او خرافه معينه هي في حد ذاتها باش تنطق على لساننا نحن باش تحكي على مشاكلنا. شنو هو الفعل الابداع الغريب هذايا؟ يظهر لي اليوم وصلنا انه من خلالنا نحن عطينا نكشفوا ابعد من انه نتخبي ورا شخوص او ورا بنيه دراميه زعما خرافه والشخصيات موجوده ومنطق الصراع. اجا نعريو هالشيء الكائن في وسطنا وهالذوات اللي نخبيوها من خلال هالماسك سوسيال ونرميوها من خلال الفعل المسرحي. لذلك اخترت اني انا من خلال الصوت نكون حاضر في عملية كتابة المنجز الجمالي على الركح. هذيك علاش ما فماش علاش اني نتخبى حتى لو كان كنت انا في الريجي والممثل يلعب، هاني معاك نشارك فيك في نفس اللعبة اللي نلعبوا فيها الناس الكل قدام جمهور. فكرة ان نتعاقدوا ونقولوا لي فما سنسال وعلاقة بين باث متلقي موجودة، اجا نزيدوا في وسطها نحيروا السؤال من خلال رواحنا باعتبار انه انا وياك يا متلقي وحلين في نفس اللعبة.
بتفرج يلقى روحه داخل اللعبة. بيان سور. لأنه اليوم الشخوص اللي موجودة سورسين تطرح في برشا أسئلة، وأسئلة حياتية نجموا يتم إسقاطها على السياسة، على الاقتصاد. نلقاوكم تطرقتوا زاد للإعلام، وتطرقتوا خاصة وحكينا على برشا مفاهيم تخص الإنسان: الوحدة، العزلة، الفراغ، السكيت. في هذا الكل المواضيع وعمقها اللي تم طرحها سورسين، نلقاو الممثل يكتب بصوته بجسده، نلقاو الضوء يكتب، نلقاو الموسيقى. هل مشاكلنا وذواتنا حاملة أعباء خلات عاصم يستعمل آلياته الكل اللي متمكن منها باش يوصل المشاهدية هذه كل للجمهور؟ فما مقولة تعجبني أنا متاع التفكيكية. هو تقول المقولة، إذا مش نتذكر، جاك داريدا، تقول المقولة: لا يكون النص نصا إذا لم يخفي على الوهلة الأولى وعلى القادم منه الأول قانون تأسيسه وقاعدة لاعبه، ولا يكون النص نصا إذا لم يظل يتأمل في الخلاء. بما معناه، سامحوني حتى كان غلط، إنه الطبقات، داريدا عنده فكرة وانا تعجبني التفكيكية، هي مسألة الطبقات النصية. بما معناه كيف يحلل نصوص أفلاطون من خلال سقراط وحضوره، يحاول يكشف معاني أخرى للطبقة النصية. بما معناه فما ديما طبقات موجودة في أي نص، من خلالها هي تنجم تقرأ النص برشا معاني. والفن المسرحي في حد ذاته ما يقفش على سلطة النص في تركيبها اللغوية. بما معناه النص ينجم يتغنى ونهربوا عند الشكلانيين ونوليو نحتفيو بالدال، معناتها نجم نتملصوا من المعنى وناخذوا الشكل، معناتها ونجم نمشيو في أكثر من معنى. وكيف نحكي على النص، مش المنطوق اللغوي اللي موجود عند الكاتب أو اللي كان جاهز في إطار العقل اللغوي اللي نعتمدوا به في آلية التواصل بيننا وبين المتلقي باش نجموا نفهم باش نخاطبوا العقل. لا، نحكي على النص بطبقاته الحركية، النص بطبقاته البصرية، النص بجميع مكوناته الركحية. وهذه الخصوصية عند الفن المسرحي. لو كان باش نجي نوحل في الكلمة من الأول، راني أنا قتلت الفن المسرحي. أنطوان فيتاز يقول لك ما فماش الآن وهنا، فما يقول الآن وهناك. إذا باش نمشيو بفكرة أنه الفن المسرحي الآن وهنا، قتلنا الفن المسرحي، لأنه من الآخر نرجع للأصول متاعه، أصوله ديونيزية، طقوسية، احتفالية، روحية، وجدانية بامتياز. ونحن قتلنا العالم المادي، نحن غصنا في العالم المادي، لين نسينا أنه فما عوالم أخرى قاعدة تدور وقاعدة تسير فينا وقاعدة هي اللي تتحكم، ونحن ماناش واعيين بها. ما يسمى فلسفيا الانصات للعالم. كيفاش النجم ما نقفوش على الطبقة الأولى ونخوضوا الغمار باش نخترقوا عموديا مختلف الطبقات؟ لذلك يلزم أنه كوش على كوش على كوش على كوش على كوش، وكل واحدة قابلة للتأويل، كل واحدة قابلة للمضاعفة. من خلال الممثل الكلمة تاخو بارشا معاني، ومن خلال حركته يتزيد السين تاخو بارشا معاني، ومن خلال السينوغرافيا أو الإضاءة أو الموسيقى كل معنى يولد معنى يولد معنى يولد معنى. وكل متلقي عنده مرجعيته الخاصة، من حقه هو يدخل بالأسلحة اللي يحب عليها باش يتلقى المادة البصرية والسمعية اللي موجودة ويحلل وصح عليه. اليوم عاصم يقولوا فما ناس تفرجت، يقولوا فما برشا من توفيق الجبالي في مسرح عاصم التهامي. تروق لك الفكرة؟ هل صحيحة؟ أنت تعتبرها صحيحة ولا أنت
من مسرحيين اللي ما تمنش بفكرة إنه نكون أنا تواصل لشخص معين. فكرة التعلم كما نتعلموا من أمنا وبونا، كما نتعلموا من العائلة الكبيرة، كما نتعلموا من أساتذتنا، كما نتعلموا من الناس اللي دايرة بينا، من أي محيط ينجم يعلموا، كما نتعلموا من قصيدة، من نص فلسفي، من موسيقى. نتعلموا بيان سور من الناس اللي سبقتنا في المجال المسرحي، وهذه حاجة معناتها ما نجموش ننكروها. نحن نتعلموا من توفيق، ونتعلموا من مسرح المثلث سابقا، ونتعلموا من تجربة مسرح فو والمسرح الجديد، وتعلموا معناتها من برشا أشياء توانسة بيان سور، والناس والكبارات هذوما اللي سبقونا عملوا أشياء نحلموا نحن اللي نجموا نشدوا الثنية متاعهم. يعجبني مسرح توفيق، ويعجبني توفيق كشخص وكفنان معناتها في نفس الوقت معناتها، والعوالم متاعه. وانا خدمت غادي في التياترو معناتها مدة ما هيش صغيرة، وريت الصنعة، وريت كيفية التواصل والاتصال. ومع زينة فرحات الله يرحمها يذكرها بالخير زادة، معناتها فما ناس أسست في هالبلاد ما نجموش نحيوها من الذاكرة البعيدة متاعنا. معناتها ينجم يكون على العوالم اللي أنا نمس فيها، تنجم تكون فما تناص، نجم يكون فما برشا تقاطعات في الأفكار، في لكن اني انا باش نقول انا مثلا توفيق ولا انت، لا مانيش في التبع بقدر ما نوعية الاشياء اللي قاعد نلوج عليها ما تخص بتتر صور. عندي صور منشأة نابعة سيسير من صور مخزنة في وسط الذاكرة معناتها. لذلك اليوم مثلا لو كان نحكيو على جرس، بالعكس بعوالم اخرى بعيدة كل البعد على مرجعيات تونسية، فما ممكن في روح النص، فما مناخات نصية وانا قصدتهم في النص، فما مقاطع قصدتهم. الانسبيراسيون كانت من نصوص توفيق، من عملية التهكم على المعنى، بالتجرأ على اللغة، كالتشظي شوية أو بالوزن والإيقاعية، بالترميز، بالاستعارات، بعملية تشبيك عوالم ومناخات في نفس النص لكنهم معناتها متصارعين، كما ينجم يكونوا متعاضدين معناتها حسب النية حسب الغاية. وهذه الرسات توفيق بامتياز ينجم يعطيها لك في نصوصه معناتها، لأنه مبدع حقيقي معناتها فيما يخص الكتابة. ثم برشا مرجعيات إن كان تونسية أو عالمية تنجم نستقيو بها، لذلك ما تنجمش تنحي شخص من توفيق من حياتك معناتها. ما نجمش نعمل معك حوار وما نسألكش على الطاولة. اليوم هو عاصم المسرحية تميزها على قد ما هي مختومة كتابة وإضاءة وموسيقى ولكن نلقاو فضاء اليوم، الفضاء الخشب ماهيش مليانة ممثلين وطاولة. الطاولة فيها من النحت، نلقاو فن النحت موجود كانت تصلح لي، وفما سمعت انه هي من تصميمك. صحيحة ولا؟ اي طبعا، اي طبعا. قديش خذيت وقت تصميم وانجاز هي الفكرة يهمني ياسر الانجاز هو عملية الانجاز، عملية تصميمها ورقيا. هي الفكرة فكرتي انا انه ننفذ على مستوى البلان تكنيك ايهاب مندرة الحقيقة، وعلى مستوى التنفيذ عم منير اللي هو الكنز بالنسبة لينا نحن الحق معناتها اكتشاف عمك منير لهنا في المسرح الوطني. صاحب صنعة وشخص عنده قدرة رهيبة معناتها انه يطوع لك الحديد، يطوع لك اي حاجة ويخلق لك مادة معناتها شنو تحب تنجم تحلم معها. لكن الفكرة انه بديت معناتها الحاجات اللي كروكي القدم معناتها فيهم طاولة واربع كراسي قاعدين، لكن الطاولة ديما نحب اني انا طاولة. بعد وليت نحي لي زيليمون كانوا دي بارافون معناتها النص قديم شوية عنده 5 سنين اللي تكتب دو تلفاسون كل مرة وين نرجع له ويولي عندي تصور جديد. كان عندي بارافون، كان عندي معناتها فيديو مابينج ودنيا، كانوا فما برشا اشياء معناتها اللي موجودة لين بعد نحي 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 نحي. لكن الطاولة الوحيدة اللي بتنجمش تستغنى عليها وهما 4 شخصيات على الركح. تحط لهم انت 4 كراسي ولا تحط كرسي واحد؟ حتى الكرسي راهو ذكي ياسر، لانه الكرسي
اني حبيت شديت في الكرسي انه نفس الكرسي، وكل مره كل واحد ياخو ان مومون في المسرحيه انه يقعد على نفس الكرسي اللي هو كرسي واحد. وكرسي ما هوش كيما عالم الطاوله، لانه كرسي متاعنا متاع دنيتنا. الكرسي كرسي دنيوي، معناتها كرسي 2025، ما هوش كرسي كيما عوالم الطاولة تنجم تهزنا الجوانب ساحرة. لا، انه عركتنا على الكرسي نحن عركة كبيرة ياسر، واللي عنده واللي يشد السلطة عنا وبرشا